اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعملوا لايك بقى للفيديو كده في البدايه كده اهوت، نقول لكم على اللايك عشان تبقوا فاكرينه. اعملوا لايك للفيديو. هعمل النهارده كشري مصري. هنعمل بقى كده اهوت إيه التفاصيل بتاعته. يعني هي حاجاته كلها سهله وبسيطه، يعني ما فيهوش اي حاجه وبتعمل بسرعه، وطبعا الناس كلها بتعرف تعمله، بس طبعا انا حبيت ان انا افكركم بيه. حطيت هنا الأول، عملت أول حاجة الحمص، كنت نقعاه من بالليل، نقعاه في مية وحطاه على جنب على الرخامة وسبته. قمت تاني يوم عشان هطبخه، فبديله سلقة، ما بياخدش معايا تسوية كتير عشان يبقى دايب كده اهو، لأن هو فعلا الكشري بيحبه يبقى دايب، يبقى الحمص دايب. تمام كده، خلاص حطيته على النار كده اهو، سبته يستوي، وببدأ أعمل العدس كمان. كل حاجة بتاعته بتتحط على النار، ما بيبقاش يعني فيه بيخلص بسرعة. يعني هو الحاجة حتى يعني بياخد مواعين كتير وكده هو، بس ما بياخدش وقته بسرعة جدا. حطيت شوية زيت على النار، وحطيت عليهم فص حبهان، ورحت حاطة عليهم، شوحت بس الفص كده يطلع ريحة. وبعد كده بنزل عليه بالعدس، العدس ابو جبة، بكون غسلاه وسلقاه على طول، يعني ما بياخدش معانا، مش بيتنقع يعني زي اي حاجة. اللي بيتنقع بس الحمص عشان الحمص بياخد وقت كبير قوي في التسويه، فلازم ننقعه من قبلها من بالليل. بدل ما هتعملي كشري حاطه في دماغك هتعملي حاجه زي كده هو فيها عدس، يتنقع من بالليل. تمام كده خلاص. احنا العدس حطيناه كمان على النار، وحطيت عليه الميه بتاعته، وببدا اعمل الرز بتاعنا، الرز بالشعريه، وادي الميه بتاعت المكرونه اللي هنسلقها فيها. بسلق بس المكرونه اللي هي الاسباجيتي، ومعاها عقل صغيره، مش عقل كبيره، تبقى عقل صغيره، بتبقى طعمها بتبقى احسن يعني. واللي موجود عندك ممكن تعمليه، يعني مش هيقول لا، ما فيش حاجه بتقول لا لحاجه يعني، اللي موجود بيتعمل. حطيت هنا الاسباجيتي ومعاها عقل صغيره، ونبدا بقى نعمل بقيه حاجتنا كده، بسيبها ان هي تستوي، بس بكون خلصت الرز. الرز بتاعي انا بحتاج عندي كوبايه رز، وبحط عليهم ممكن نص كيلو من الشعريه، اللي هو كيس كبير، كيس كامل من الشعريه، لان الشعريه الكشري بيحتاج المكرونات اكتر يعني. وفي برضو ناس، يعني الولاد برضو عندنا مش بيحبوا الرز بكتير، يعني بيحبوا كل الحاجات دي، بس قليل الرز. بيحبوا بقى يستطعموا بالحاجات، المكرونات والعدس والحمص. طبعا الحمص ده الفستق بتاعنا، بتاع المصريين يعني. هنا حطيت بقى الشعريه، حطيت كيس كامل كده من الشعريه، نص كيلو، وحطيت عليه كوبايه رز. تمام، هنقلبهم بقى شويه كده، يخشوا في النار شويه كده، وتحطي عليه الميه بتاعتهم. مش بكتر الرز بتاع العدس بتاع الكشري المصري عموما. تمام كده، نقلبه بقى شويه، ونديله الملح بتاعه، ونسيبه قبل الميه بتاعته، ونسيبه يستوي مع نفسه. يكون العدس استوى، وبتكون كمان الحمص استوى. الحمص ما اخدش يعني ربع ساعه على النار، كان استوى خالص يعني، ما كانش، ما كان دايب كمان. ان هو بيحب العدس دايما، الحمص دايما بيحبه يبقى دايب. قلتها قبل كده بس يلا مش مشكله. كده حلطيت الميه بتاعته كده اهو، الملح خلاص، وهنغطيها وهسيبها بقى تستوي على مهلها. وبعدين نقطع البصله، ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده اهوت. بس تكون المكرونه استوت وصفيناها كده اهوت، ونستنى عليها. بقطع هنا البصل بتاعي اللي انا هعمله مكرمل. قطعيه حسب ما انت عايزه، ممكن تقطعيه المكعبات، يعني مش شرط ان انت ممكن، مش شرط اسمها ايه، جولياني ولا مدور ولا اي حاجه، زي ما يكون ما تحبي تقطعيه قطعيه. دايما يعني عموما هو في المحلات بيبقى مكعبات، ما بيبقاش اي حاجه غير انه مكعبات. تمام كده اهوت، واحط عليه بقى شويه من النشا، نقلبه فيها كده ونفركه بقى فيها كده شويه النشا دوت، عشان خاطر يخليه يقرمش معانا. يعني بعد ما نقطعه كده اهو هفركه بالنشا. خلاص كده اهوت خلصناه، نحط عليه بقى معلقه نشا، ونجهزه بقى للتسويه، وبعديه هو هنسوي عليه هنشوفه بقى بعد كده اهوت. خلاص، معلقه نشا كده اهوت، وبقلبه بقى شويه، وشويه ملح كمان، وافركهم كده في النشا خالص عشان خاطر يقرمش معايا لما احطه في الزيت. تمام كده، حطينا بقى شويه زيت حلوين كده اهوت، عشان البصل يتحمر شويه، يتحمر حلو يعني. يا دوب كده بحاول ان انا ما اخدش النشا كده اهوت، عشان ما تتحرقش، بس فيها ينزل نشا وخلاص من على البصل وخلاص، ينزل يرسب في قلب الزيت. عشان الزيت ده لسه هحتاجه، انا مش هعمل فيه البصل وهسيبه كده. بصي الاكل كله استوى خلاص، العدس استوى، الرز استوى، الحمص استوى جدا.
بس الحمص طبعا عشان انا مش هاخده كله للكشري، فبحط عليه كمون وبحط عليه حاجه اللي هي حمص الشام، عشان برضو بعد كده بيروحوا ايه اللي بيتبقى بيروحوا العيال حاطين عليه ليمون وشاربينه بقى كحمص الشام. تمام. خلاص هحمره بقى ده كده اهوت كده، خلاص يطلع معايا مقرمش وحلو جدا. حطيت له ملح تاني. خلاص كده هطلعه من كده هيطلع كده خلاص، هطلعه من على النار. بص هنا بوريكم الفلفل ده والثوم اللي انا ههرسهم، هعمل منهم الدقه وهعمل منهم الصلصه. يعني انا ههرسهم، انا وريتكم دول الاول كده عشان هحطهم على طول على هحطهم، لا مش هحطهم على طول، هنعمل الاول المكرونه بعد كده هحطهم على طول في الزيت. خدت برضو من الزيت ده للمكرونه عشان المكرونه تفك من بعضها، وبعدين اخدت بقيه الزيت اللي اتبقى اللي عملت بيه الصلصه، عشان ما نهدرش زيت كتير. يعني قليت فيه البصل وحطيت فيه الصلصه. تمام. هنا بحط كمون وبحط بابريكا قصدي وفلفل اسمر والملح. عملنا صلصه اللي هي الطماطم من عندنا، ضربناها في الخلاط نص ضربه كده عشان يبقى فيها الصوص الطماطم بتاعته زي بتاعت بره بالظبط. وعملت الصلصه بتاعته عشان ازود الكميه وتبقى لونها احمر برضو في نفس الوقت. هنا هعمل بقى الدقه بتاعتنا. معايا هنا اهوت الفلفل اللي انا عملته وضربته طحنته في الخلاط مع الثوم، وحطيت عليه هنا اهو كوبايه ميه وعليه كوبايه خل وعليه ليمونتين والملح وشطه وكمون. تمام. دي كده الدقه البيضه اللي احنا بنحتاجها، اللي هي الدقه البيضه اللي بنحبها كلنا. هنعمل بقى شويه من الدقه اللي هي الحمراء، بس مش هعمل اللي هي الشطه المحروقه دي لان بصراحه بتبقى حاميه جدا وبتعمل ريحه جامده في البيت. مش بقدر ان انا ايه، انا عيالي بيحبوها، بس لما بعملوا اللي هي الشطه الزيت بس بتعمل ريحه بقى وكل البيت بيقعد يكح، فما بحبش ان انا اعملها. فباخد بقى شويه من الصلصه بتاعه الطماطم، الصلصه بتاعه الكشري، بحط عليها شطه وبحط عليها شويه من الدقه اللي هي عاملينها بالخل والثوم دي، ونعملها يبقى دي الدقه الحمراء بتاعتنا. وكده طبق الكشري بتاعنا خلص، يعني ما اخدش معانا حاجه، وادي طبق الكشري كله خلص. عملنا بقى كده رق المكرونه يبقى من تحت وعليه الرز، عشان المكرونه لما بتصفيها وكده هو بتقعد شويه في الحوض وعبال ما ترجعيها تاني بتكون بردت شويه، لكن الرز بيفضل محتفظ بالسخونيه بتاعته. فبنحط المكرونه من تحت وعليه الرز عشان يفضل مخلي يسخن معاه المكرونه. تمام كده اهو، ادي كده اهو حطينا عليه. برغم ان انا برضو خدت المكرونه وحطيت عليها زيت من اللي انا قليته فيه البصل وحطيتها عليه عشان تفك من بعضها وتاخد برضو شويه على النار وتستوي كده شويه. نحط بقى اللوز بتاعنا كده اهو اللي هو الحمص الشام بالشكل ده كده بقى. بص الشكل بقى بتاعه بيبقى حلو ازاي، والبصل بقى بتاعه ما نقدرش نعمله من غير البصل. الشطه بقى بتاعتك حطيها زي ما انت عايزه، يعني زي ما تحبي الشطه بتاعتك. هبدا كده احطهم في اللبانه كده اهوت. عندي لبانه كده اهوت، لبانتين، واحده كبيره واحده صغيره، فاحط عليهم الصوص وبعد كده هم ايه اللي حابب يحط اللي هو عايزه يحطه. دي اللي هي الشطه الحاميه اللي عملتها بالصلصه، عشان الكشري ما ينفعش يتاكل غير وهو حامي جدا يعني. وادي طبق الكشري بتاعنا. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش بقى بلايك للفيديو، ولو مش مشتركين في القناه تشرفوني بالاشتراك. وادي الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم على خير، سلام عليكم.